السوق لقيت والله يبرق كويس بشكل شو بس باخد لي شوي عشان اطبخ اليومي. نقيا نكون كويسات. انا الفرج كويس كله كويس. فاصولية والله كمان باخد فاصولية. ابو احمد ابو عبدية شكل لي من التنتين حدة وحلوة. حط هي هون حسبة بقولة بجي لهون بشتري اغراضي. خضرته في نهار تازة كويسة. هون يوميا تازة يوميا تازة. نشوف البوزنة حتى زين 400 جرام. والله انا رايحة على المول وحبيت افرجيكم الطريقة بمشي منه. طلعنا من الحسبة. والله رايحين على المول. هاي الشارع طريق طلعنا من الحسبة طريق الحسبة. رايحة اطلع بالاسانسير. هاي طلعنا على الاسانسير الطابق الثاني. لأنه ما نحسن نطلع على الدرج خطير له لأنه برا شو كثير. اي والله شو بيت الاسانسير اسرع من على الدرج. واريح من الدرج عم نتعب. هلا وصلنا هيدا بالاسانسير. هاي طابق الثاني وصلنا. هون المنظفات. هون قسم المنظفات والزيوت. راح اخذ لكم لقطة هيك تفرجوا على المول على التنظيفات. والله بدي اخذ رز مشان اليبرة. مشان اليبرة. هذا رفز تاخذ لي اياه. هاي الماركة نوعية كويسة الطبخ. هلا انزل ناخذ فروج. هاي هلا بنفرجيهم كمان محل الفرج. هاي الزيت. هاي السكر. خذ لنا كيلو سكر. والله بدي اخذ محارم بورجيكم كمان ايش في كمان. وهي اللحمة من عند معلم أحمد. حطينا لحمة وبشوية دهنة مشان اليبرق. شوفوا معك بصل لحمته. هذا فرع بالمول في بيع لحمة. كتر لي ابو امير كتر لي. هلا جيت من السوق راح افرجيكم ايش اشتريت اليبرق. اشتريت فاصولية. اليبرق بدي اطبخه بكره. فاصولية اليوم بدي اطبخها بسيب زيت. وهي فلفلة خضراء. والله هون خط محارم. سكر. هذا الرز مشان اليبرق. هاي اكلات لحمودة. هذا خبز. هاي هون اخذت لحمة مع العظام. وهي خط فروج عشان احطه مع اليبرق. حطيت المي على الغاز بدي اغلي اليبرق. هون بدي احط له بالمي ملح معلقتين ملح ورشة سكر
شوية محلون. ليش هيك عم بساوي؟ مشان يعطي لون اصفر. والله بدي احط له شوي زيت زيتون مشان ما يلزق. والله بدنا نغطس ورق العنب اليبرق. في ناس كل ناس بيقولوا شكل شي اصفر من طالع بس ما بده اكتر. بدنا نغطسهم. شوفوا شلون صار لونه اصفر. هلا بدنا نسحبه. هو بصير لونه اصفر لازم نسحبه من المي ونحط غيره. والله هي الوجبة الثانية كمان عم بغطسهم كمان يصير لونه اصفر ونسحبه. والله غسلت الرز وحطيت اللحمة. حط لها الملح 7 بهارات كمان حسب الرغبة. تحبوا بهار كتير قليل كل الناس حسب حب ما بحب تحط. بحط له كمان معلقتين سمنة. هلا نحركه. والله وصلنا مرحلة اللف. والله بنتي بركي عم تساعدني اليوم. ما بلفه وبكره بدي اطبخه لانه فرد النهار ما بلحق الفه واطبخه. تفضلوا وتفضلوا ساعدونا باللف واعطونا رايكم هاليبرق. وهي هلا خلصت لف اليبرق. صار لي ساعتين بركي عم بلف. ومثل ما بقول المثل ما اصعب لفه وما اهون. انتوا قولوا لي كمان كملتوا بالتعليقات اللي بيعرف هذا المثل. هلا هو بلش يغلي اليبرق. هلا بدي اكت له مية الليمون. بالليمون بصير نكهته اطيب. اي بيطلع طيب مية الليمون. افضل من ملح الليمون. اي والله رح اطلع على اليبرق عشان استوى ولا لا. شوفوا اوه صار له 3 ساعات على النار. هلا استوى. شوفوا شكله شلون صار. ايش هدول الكوسايات؟ هذا كوسه زاد عندي رز ومتحشيت كوسه وبطاطين معا. ما شاء الله يسلموا ايديك يا ام احمد. اعطوني رايكم. ندوق اليبرق نشوف شلون صار. شوفوا هي توم. شوفوا استوى. والله نزل ميفة. استوى بس انقسم رأسا. استوى. دوقي شلون حمضه. حمضه كويس غير شكل سخن. لا ابو احمد صفالي حمضه. وشوفوا شلون صار هالشكل واعطوني رايكم. هسا تحته الفخدات. هلا بس تشوفوا الفخدات غير شكل. نحن هو ايه والله فخدات دجاج بتلاقيهم غبات حمض ما اطيبهم. اللي ما مجربه يجربه. والله عم بنض اليبرق. والله طلع منه مطقطق من تحت. شايفيه شلون؟ هذا مو اخضر ما تحمل. راسا نزل. هاي الكوسايات كمان استقوا تنهنهوا. شوفوا شلون صاروا غير شكل. هاي البطاطا. شوفوا البطاطا. والله وصلنا للأرضية يا عيني. احلى شي على بالطنجرة. ايه والله مين بحبها على بالطنجرة. الحومات ما الحومات غير شكل. هي حيط عظام وحيط فخديت تحته. شوف الفخدات. شوفون شلون غير شكل. اوه اعطينا رايك ابو احمد. والله شي غرام. شلون والله شي هالأكلة؟ غرام. والله الله الزفر من العكاز ديشر غير شكل. وانتوا اعطوني رايكم بالتعليقات كمان واشتركوا بالقناه وعلقولي.